بص يا صاحبي، انت عمرك حسيت ان بطنك دايما منفوخه؟ تاكل لقمتين وتلاقي نفسك تقيل وتعبان، وتفضل تقول يمكن اكلت غلط، يمكن عندي سوء هضم. بس استنى كده ثواني، يمكن مش اكلك اللي تعبك، يمكن قولونك هو اللي بيصرخ ويقول لك كفايه. ايوه، الموضوع كبير اكتر مما تتخيل. بص يا صاحبي، اول حاجه ان القولون مش مجرد حته في الجهاز الهضمي، ده المسؤول عن راحتك النفسيه والطاقه والمزاج كمان. يعني ببساطة لو قولونك مرتاح انت كمان هتبقى مرتاح. طب لو قولونك تعبك، لا جسمك هيرتاح ولا مزاجك هيرتاح. تخيل ان حوالي 70% من المناعة في الجسم موجودة في الجهاز الهضمي. يعني لو جهازك الهضمي مش شغال تمام، المناعة كلها هتتأثر. وده ليه؟ لان الاضطرابات جوه المعدة او القولون بيأثر على كل حاجة، نومك ومزاجك حتى تمرينك في الجيم. تاني حاجة، الرياضة هنا مش رفاهية، دي علاج والله. التمرين الصح بيساعد جسمك يرتاح. لما بتتمرن التوتر العصبي اللي بيبوظ القولون بيقل، بتلاقي الأمعاء بتتحرك بشكل طبيعي، والهضم هنا بيبقى سهل وانتفاخك أقل ومعدتك بترتاح. بس خد بالك، لو انت بتتمرن جامد جدا وبتاكل أي كلام الموضوع هيقلب عليك. التمرين العنيف مع أكلك السيء كارثة على القولون. يعني ببساطة خليك ذكي والعب بس بالعقل. وتالت حاجة هو الأكل، وهنا بقى مربط الفرس. بص، لو عايز قولونك يهدى ركز على شوية حاجات بسيطة جدا. أول حاجة هنزود الألياف زي الخضار والفاكهة والحبوب الكاملة. الحاجات دي هتخلي الهضم زي الفل. تاني حاجة هنقلل السكر والأكل المصنع اللي فيه مواد حافظة كتير. يعني الحاجات اللي طالعة من المصانع دي خليك بعيد عنها بقدر الإمكان. وتالت وأهم حاجة المية. المية يا جماعة دي أساس كل حاجة. اشرب كفايه علشان الالياف تشتغل صح. ورابع حاجه، ما تقربش من الاكل الدسم قبل التمرين، هتخلي معدتك مش عارفه تشتغل اصلا. وخليني اقول لك اهم غلطه بيقع فيها ناس كتير، اللي هو الدايت الصحراوي اللي ما فيهوش كربوهيدرات خالص، وده بيبوظ الهضم اكتر مما بيصلحه. الجسم محتاج كربوهيدرات نظيفه عشان يشتغل صح. ورابع حاجه هديك شويه نصايح بسيطه بس هتفرق معاك، زي كل بالراحة وامضغ كويس، وبلاش تاكل وانت متوتر او انت زعلان. على فكرة المعدة بتفهم حالتك النفسية. طب لو عندك مشاكل في القولون بقالها فترة، هنا نسأل دكتور عن مكملات اسمه البروبيوتيك. اللي ما يعرفش يا جماعة، البروبيوتيك دي بكتيريا نافعة بتعيش في الأمعاء وبتساعد على حفظ الجهاز الهضمي. طب ومع الوقت يا صاحبي، لما تظبط أكلك وشربك ونومك وتمرينك هتحس بفرق. طاقتك هترجع، بطنك هتهدى، ومزاجك هيبقى كويس. واخر حاجة يا بطل، الخلاصة في الكلمتين دول، لو قولونك تعبان جسمك كله هيتعب، لكن لو ظبطت اكلك وشربك وتمرينك زي ما قلنا فوق هتحس ان جسمك بيشكرك.